النهاردة هعمل معاكم سلطة التبولة اللبنانية بطريقة سهلة ومكونات بسيطة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناة. اول حاجة هنعملها هنجيب البقدونس بتاعنا، وانا هنا جايبة 3 باقات بعد ما غسلناه كويس بالمية والخل وصفيناه ونشفناه كويس وشلنا العيدان منه. هنجيب كل باقة ونضمها كويس ونمسكها، واهم حاجة السكينة تكون حامية ونقطعها تقطيع رفيع وما نرجعش نعيد عليها تاني عشان البقدونس ما يسودش مننا. كده هنجيب عود من النعناع بعد ما غسلناه ناخد منه 7 8 ورقات ونقطعهم تقطيع صغير جدا. نجيب 3 معالق من برغل الناعم، وممكن 4 لو حابين تزودوا كمية البرغل، منقوعين في عصير 3 ليمونات لمدة 10 دقايق. هنبتدي نجهز السلطة بتاعتنا. هنجيب البقدونس بعد ما قطعناه هنضيف عليه النعناع، بعد كده هنضيف عليهم عودين من البصل الاخضر وبصلايه ابيض وسط متقطعين تقطيع صغير جدا، 2 من الطماطم متشال البذر بتاعهم متقطعين تقطيع صغير جدا. اهم حاجه في التبوله ان التقطيعه تكون صغيره. نص معلقه من الملح، والملح حسب الرغبه، ونص معلقه من الفلفل الاسود والبابريكا، وليمونتين. احنا هنا استخدمنا 5 ليمونات، 3 ليمونات نقعنا فيهم البرغل وليمونتين اضفناهم على السلطه. بعد كده هنضيف البرغل بعد ما سيبناه منقوع، وربع كوبايه من زيت الزيتون ويكون نوع جيد. بعد كده نقلب المكونات عشان كلها تاخد من طعم بعض، ولو جهزنا السلطه وناكلها بعد فتره بلاش نضيف التوابل ولا الطماطم، نضيفها قبل الاكل على طول وتقدموها وتزينوها حسب رغبتكم. وبكده خلصت معانا سلطه التبوله بكل بساطه، جربوها وبالهنا والشفا.